السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين قناة الشباك. لا تنسوا الاشتراك في القناة. تذكير: عدد المشاهدات كبير وكبير جدا في القناة، لكن عدد الاشتراكات قليل مقارنة بها. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أما بعد، اليوم نتكلم عن موهبة قادمة من المتوقع أن تقول كلمتها في الساحة الأوروبية والإفريقية. إنه إلياس بن صغير، مواليد 16 فبراير 2005. هو لاعب كرة قدم مغربي، يلعب كلاعب خط وسط مهاجم لنادي موناكو في الدوري الفرنسي، ويعد من أصغر لاعبي الدوري، وهو شقيق الأصغر للاعب نادي أولمبيك مارسيليا سالم بن صغير. مثل المنتخب المغربي بعد استدعائه في مارس 2024. يشار إلى أن اللاعب خط الوسط مر بظروف صعبة، إذ توفي والده في فترة وباء كورونا موتا أثرا بالفيروس. ثم انقطع الصغير عن كرة القدم لمدة شهرين، وتوجه إلى تونس مع عائلة أحد أصدقائه، لكن لم يتوقف عن التدريبات، وعاد إلى فريقه من أجل مواصلة مسيرته وتكريم والده. بدأ مسيرته في كرة القدم في أكاديمية كوغلينو في سن 5 من العمر، قبل أن ينضم في عام 2016 إلى فريق سان رافائيل الذي لعب معه الموسمين. عاد إثرهما إلى فريقه الأول في الفترة بين 2018 و 2020، ثم في عام 2021 وقع عقدا احترافيا مع نادي موناكو لمدة 4 سنوات. خاض أول مباراته في الدوري الأوروبي ضد فريق النجم الأحمر البلغاري. على المستوى الدولي مثل المنتخب الفرنسي لفئة تحت 17 عاما في مباراتين، وفئة تحت 18 عاما 3 مرات. وسعت الجامعة الملكية المغربية في ضمه إلى منتخبها، حيث لعب مقابلته الدولية الأولى رفقة المنتخب المغربي يوم 22 مارس 2024، وكانت ضد أنغولا. ظنت كرة القدم الفرنسية أنها اكتشفت جوهرة جديدة في أول ظهور لإلياس بن صغير مع موناكو، لكنه صدم الديوك بعدما اختار تمثيل بلده الأم المغرب عبر المنتخب الأولمبي ثم الأول لاحقا. في عمر 17 عام و315 يوما أصبح إلياس ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية لفريق في الدوري الفرنسي، ويحتفظ المهاجم الشهير تيري هنري برقم القياسي 17 عام و255 يوم. وخاض الشاب 5 مباريات مع أسود الأطلس، سجل 4 أهداف في كل من تصفية كأس العالم 2026 وتصفية كأس إفريقيا 2025، من ضمنها الثنائية أخيرا في منتخب إفريقيا الوسطى، وتحصل على رجل المباراة بتنقيط ممتاز 9.1 من فوت موب في تربص شهر أكتوبر الحالي. في الموسم الماضي شارك مع موناكو في 4 مباريات أساسي، سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين. وهذا الموسم لعب 6 مباريات أساسي، سجل هدفين وقدم تمريرتين أيضا. ننتظر منه المزيد من التألق. تذكروا هذا الاسم جيدا، إلياس بن صغير. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى فيديوهات أخرى، إلى اللقاء.